بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ونشاط وحيوية جديدة، ويلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي معايا في القناة، تشرفيني يا حبيبة قلبي. تعالوا بقى نشوف الفيديو اللي خلانا نلف حوالين نفسي طول الليل. طول الليل الف حوالين نفسي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاوردر دوت كان محجوز. واحده جت حجزت الاوردر وقالت لي هاخده منك كمان يومين. قلت لها على الطلبات اللي هي هتجيبها، وبعدين لقيتها جايه لي بالليل الساعه 12 او 11 ونص تقريبا، وجايه بتقول انا عايزه الفطير الساعه 6 ونص الصبح. ازاي يا ستي 6 ونص الصبح وانت جايه لي متاخر؟ طب ما جبتيش الحاجه بدري ليه؟ قالت لي هو حصل ظروف والاوردر عايزينه الصبح ان شاء الله. قلت لها الله المستعان، ربنا يعيننا ويقوينا واقدر اخلصه لك. هي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن عامله كميه محترمه لانها مسافره السعوديه. ابنها بيشتغل في السعوديه، واصحابه اللي هناك طلبوا منه الفطير الفلاحي المشلتت من عند موريتاج. صلي بنا على الحبيب المصطفى. السنة اللي فاتت كان واخد مني برضو فطير، واللهم صل على النبي، كلوه منه أهل السعودية حبايبي واخواتي، ربنا يصلح حالهم ويرضيهم يا رب. وقالوا لازم تعمل لنا فطير عند موريتاج. قلت لها من عين الاتنين، انا ما اقدرش اتاخر، بس وانا وانت على الله. استعنت بالله كده وقلت الله المستعان، وابتديت بقى في الشغل، خدت منها الحاجة وعجنت اول عجنة. وعلى بال ما قطعت وخلصت كانت حوالي الساعة 12 ونص او واحدة الا ربع كده. صلي بينا على الحبيب المصطفى. والحمد لله وقطعت عجنت زي ما انتوا شفتوني كده. طبعا انا عاجنه معاكم قبل كده الفطير، وانتوا عارفين العجينه بتتعمل ازاي. وقطعت الفطير. انا بقطع يا حبايب قلبي الكيلو الدقيق فطيره واحده. وتوكلت على الله وابتديت الفرد. بالنسبه للفرد بقى، انا عايزاكم تركزوا قوي قوي في طريقه الفرد، علشان لو انت صاحبه مشروع تقدري تتحكمي وتشتغلي بعقلك كده وتكوني عندك تأني كده في الشغل. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفه الفطيره عامله ازاي؟ بالنسبه للماده الدهنيه اللي انا بحطها على العجينه قبل الفرد، انا عايزه اشبع الاحراف كويس قوي قوي من الماده الدهنيه اللي معايا. تمام كده. لازم تشبعي الفطيرة من فوق بالمادة الدهنية. انا عايزة اشبع الاحراف، مش اشبعها بكتر السمنة او بالزبدة، لا، انا عايزة ابقى مديالها كلها من فوق دهنة بالسمنة، وعاملة لها زي بطانة كده، بحيث لما اجي افرد الفطيرة ابقى متحكمة في الاحراف بتاعتها ان هي شبعانة من المادة الدهنية اللي معايا. صلي على الحبيب المصطفى واذكري الله. ودايما وانت شغاله كده قولي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اقسم بالله العظيم يا حبايبي وملكوا عليا يمين، انا دايما وانا بعجن لازم بسمع الحاجه، ولازم بدعي للي هياكل منها، وبدعي للشاف، وبدعي لل... اللهم صل على النبي. وبدعي كل اللي هياكل منها واللي شافه واللي عمل وكل حاجه. ليه؟ علشان الحاجه تتبارك كده وتبقى ايه بألف هنا وشفا. صلى على الحبيب المصطفى واذكري الله وقولي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بصي بقى التطبيقه الاخرانيه ديت، تركزي فيها وما تخليش العجينه مكلكعه معاكي، واي حاجه مكلكعه انت بتحاولي تفرديها بايدك كده يا حبيبه قلبي. ديت الطريقه ديت لاصحاب المشاريع. المقصود من كلامي ايه؟ ان انا بقول لكم في اول الفيديو ان هي جايبه لي الحاجه وغيرت الميعاد. المقصود من كلامي لو انت صاحبه مشروع زي حالتي كده وجالك الرزق على باب بيتك، ما ترفضوهوش وتقولي لا احنا بالليل والنهار له عينين. لا، اتكلي على الله وابدأي شغل، والله المستعان وربنا اللي هيعينك بأمر الله. صلي على الحبيب المصطفى واذكري الله. هنا بقى بتشبعي شفت انا بشبع الفطيرة من فوق بالمادة الدهنية، وبدعكها قوي كده في الفطير، عشان انا عايزة الاحراف اللي انا بفردها من تحت ديت تكون شبعانة. وتبتدي بقى تمدي ايدك من جوه لبره كده، وتعملي لها عملية تهوية. ما تكتميش الفطيرة وانت بتفرديها، تفضلي تحط ايدك من تحت كده وتدي لها تهوية، وكل ما بتحط ايدك من تحت وتدي لها تهوية هي بتتفرد معاك لوحدها.
وما تيجي تفردي بقية الفطيرة ما تفردهاش كلها من الجناب، الجنب بس اللي هتطبقيه زي ما انت شايفاني كده هو اللي تفرديه على قد ما تقدري. ولو عايزة برضو تتفرد ما تتنيها برضو تفرديها، ما تسيبهاش تخين. وتعوصي برضو من المادة الدهنية، وتحاولي وانت بتطبقي ما تخليش الطرف اللي فوق بعيد عن الطرف اللي تحت، دايما سويهم جنب بعض يعني على بعض كده علشان ما يبقاش طرف طالع عن التاني. صليت على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبي. شفت طريقة الفرد؟ لازم تشبعي العجينة من المادة الدهنية اللي معاكي، ما تطبقيش تطبيقة على تطبيقة الا لما لازم تعصيها. وانت بتقدري تقدري الفطيرة محتاجة ايه، وشايفة الفطيرة مش شبعانة من المادة الدهنية او مش شبعانة. سيبك بقى من اللي يقولك حط سمنة كتير او زبدة كتير وهي هتطرد سمنتها. لا يا حبيبة قلبي، انت تحكمي ايدك وتحكمي عقلك كده، وطبعا انت عينيكي شوافة وهتقدري تقدري الحاجة اللي انت بتعمليها. بالنسبة بقى لطريقة التسوية، لو انت بتسوي وبتشتغلي لوحدك زي حالاتي كده هقولك على حاجة تعمليها. اللهم صل على النبي. طبعا انا فردة قد كده هنا العجنة التانية، انا كنت خلاص كده خلصت العجنة الاولانية وسويتها ومرضتش اصورها. هنا بقى الشمس كانت طلعت اهي، كنا حوالي الساعة 6:30 او 7 او 6:30 تقريبا، عشان هي جت خدت الاوردر بتاعها كانت 7:30. المهم بقى يا حبيبة قلبي، بتولعي الفرن بتسخنيه قبل ما بتحطي الفطيرة فيه، بتعوصي وشها قشطة وتفردها في الصاج. بالنسبة بقى بقولك لو انت شغالة لوحدك زي كده بتعملي ايه يا حبيبة قلبي، بتفردي 2 بس في الصاج، ما بتفرديش الكمية كلها لان العجينة مريحة معانا والجو مش ساقعة علشان تقولي افردهم كلهم واريح دماغي. لا، بتحكمي عقلك كده وبتقدري الشغل بايدك وبعينيكي وتشتغلي كده وتتأني كده في الحاجة اللي انت بتعمليها. بصي الجمال بقى، اللهم صل على النبي. تسلم ايدك يا بنتي يا مرتاج، والله العظيم بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الف هنا وشفا. كده انا خرجت صاج ومجهزه التاني اروح حطاه على طول، وبروح عامله برضو 2 ومجهزاهم بحيث ان انا اطلع ديت ادخل برضو ايه الصاج التاني زي ما انت شايفاني كده. انا طبعا قطعه مقاطع علشان الفيديو ما يبقاش طويل اطول من كده علشان ما تملوش وتزهقوا مني. ان عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير واشترك في القناه قلب اختك. انما بقى لو فردتي بقى العجينه كلها مره واحده في الصاج وجيتي تحط اول صاج في العجينه قصدي في الفرن، هتكون العجينه ريحت كلها معاكي. تيجي تحطي الصاج بتاع الفطير في الفرن هتلاقي العجينه فردت معاكي قوي في الصاج، ما لمتش وما قبتش. صلى على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بألف هنا وشفا لكل اللي ياكل، وبألف هنا وشفا للعين اللي شافت، وبألف هنا وشفا لكل اللي هياكل منه لقمة. السعودية وحبايبي واخواتي بحبهم في الله، ربنا يوعدنا بزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وانتم وكل مشتاق، وربنا يكبر بخواطركم ويصلح حالكم ويرزقكم رزق المطر يا رب العالمين. اللهم امين. صلى على الحبيب المصطفى واذكري الله وقولي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على النبي. شفت الجمال والحلاوة بتاعت الفطير اللي علشان انا بتعامل بعقلي في الشغل، مش بستعجل ولا بلخبط نفسي. انا ببقى عارفة انا هعمل ايه وهشتغل ايه وايه اللي انا هعمله في الوقت المناسب. لازم الواحد يحكم عقله علشان الحاجة تطلع معاكي بجودة كويسة بأمر الله. شوفوا ما شاء الله الفطيرة تسوية من فوق ومن تحت، وبسم الله ما شاء الله قبة وزي الفل. ده علشان انا بعرف ايه احكم دماغي. وبالنسبة للتسوية انت بتدخلي الفطيرة على نار عالية وبعد كده تروحي مهدية وتفضلي تلفي في الصاج وانت رايحة وانت جاي، ما تسيبهوش وتقولي لا مش هعرف او اعمل حاجة تانية. لا، تخليكي قدام الفرن وتفضلي تلفي في الصاج كده عشان تطلع التسوية بالقمر اللي انت شايفاه ده.
اللهم صل على سيدنا محمد. والحمد لله وفضل من ربنا مش فضل مني ان انا قدرت اخلص لها الاوردر بتاعها الساعة 7:30. كانت اخر فطيرة في الفرن، واتصلت عليها عشان تيجي تاخد الفطير، والحمد لله حاولت اراضيها على قد ما اقدر، وهي انبسطت قوي 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 من الاوردر. وبتقول لي اهل السعودية كلهم بيدعوا لك علشان احنا كنا من الفطير وعجبهم جدا جدا. الحمد لله والشكر لله، ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ما هي الشطارة مني والله. احنا بنستعيذ بالله من الشيطان كده، ونستعين بالله ونتوكل على الله ونشتغل، وربنا اللي بيعيننا ويقوينا، مش فضل مننا ولا فضل ولا شطارة مننا، بيبقى كله بفضل الله. والحمد لله والشكر لله. وان عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة.